السلام عليكم. المغرب كيهتز على واحد الخبر جد مفجع بالضبط من مدينة مارتيل بحي واد المالح. زوجة كتقتل الزوج ديالها منذ سنة 2012 وكتدفن الجثة في المنزل ديالهم في الكراج بالمساعدة ديال الأخ ديالها. من هنا كتبدا قصة اختفاء الزوج عن الأنظار. الزوجة مباشرة بعد ذلك كتخبر السلطات بالاختفاء ديالو وانه جاو عنده شي ناس ومشى معاهم في السياره وما عرفاتهمش وما عمرها شافتهم، وباش تبعد عليها جميع الشبهات كما كتشوفوا معايا في الصوره مشات لبرنامج مختفون من اجل البحث على الزوج ديالها، وكذلك صورات مع الصحافه اللي كاينه في مدينه مارتيل على نفس الموضوع. الزوج يسمى عزوز والزوجة تسمى راضية بعد 33 سنة ديال الزواج اللي انتج عليها 3 ديال الأطفال، 2 بنات وولد. الزوج المهنة ديالو صباغ، كيملك كذلك سيارة هوندا وعنده منزل يتكون من 3 ديال الطوابق. كل هاد السنوات والزوج يعتبر في عداد المفقودين من 2012 حتى يوم 30 ماي 2023. الغريب في الامر ان الناس كلهم كيشهدوا بالطيبه والاخلاق ديال السيده راضيه والزوج ديالها وكذلك مربين ولادهم احسن تربيه، الا انه يوم الاربعاء 31 ماي تم توقيف الزوجه من طرف الامن ديال تطوان للاشتباه بالمقتل ديال الزوج ديالها بمساعده شقيقها سنه 2012 ودفن الجثه في كراج المنزل. وإن الأمن يحقق لمعرفة ظروف الجريمة وسط صدمة معارف الضحية والسكان ديال مارتيل، وقد تم وضع المشتبه بها والشقيق ديالها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن الإشارة ديال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بعدما أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية باللي المكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلهما الكائن بمدينة مارتيل.